صباح الخير أو مساء الخير حسب توقيتكم. في وقت معين كده في حياتنا كلنا بنوصل للنقطة اللي بنحس فيها إن الدنيا مكركبة من حوالينا، جوانا وبرانا. مشاعر، علاقات، شغل، أحلام، حاجات كتير ملهاش ترتيب. ساعتها بس بيكون الحل إنك تعيد ترتيب حساباتك، بس المرة دي مش بالأرقام، بنفسك أنت، بحياتك. في البودكاست ده هنتكلم عن 6 خطوات بسيطة تخليك ترجع تسيطر على حياتك مرة تانية. أول حاجة، وقف كل حاجة. قبل ما ترتب لازم توقف الزحمة اللي حواليك. اقفل الموبايل، خد نفس عميق، اقعد مع نفسك كده شوية. اسأل نفسك أنا ماشي فين؟ أنا فعلا مبسوط ولا لأ؟ ولا أنا مجرد بجري ومفيش أي استفادة؟ تاني حاجة، اكتب كل حاجة على الورق. الورق بيخلينا نشوف الحقيقة بوضوح. اكتب كل اللي مضايقك، كل اللي بيدور في دماغك، كل اللي حاسس إنك محتاج تظبطه، كل اللي نفسك تعمله. خلي الورقة دي تكون خريطة حياتك الجديدة. تالت حاجة، حدد أولوياتك. مش لازم كل حاجة في أولوياتك دي تتعمل دلوقتي، ممكن في حاجات تستنى وحاجات لازم تبدأ فيها فورا. اختار 3 حاجات بس تكون من الأولويات اللي لازم تتحقق دلوقتي، واشتغل عليهم خطوة بخطوة. وما تجيش على نفسك وما تضغطش نفسك، كل حاجة بالراحة هتعدي، وطول ما ربنا معاك مفيش حاجة هتقف قصادك. رابع حاجة، راجع علاقاتك بالناس اللي حواليك. في ناس كتير بتستهلكنا، وفي ناس كتير بتهون علينا. اعمل مراجعة كده بسيطة، مين اللي بيضيف ليك ومين اللي بيستنزفك؟ مين اللي كل شوية يطلب منك طلبات كتير من غير ما يكون لها مقابل؟ ومين اللي بيحاول يقف جنبك ويسمعك؟ قرب من الناس اللي بتريحك، وحاول تبعد عن الناس اللي بتضايقك. قرب من الناس اللي بتديك طاقة إيجابية، وابعد عن الناس اللي بتديك طاقة سلبية. اعمل اللي يريحك علشان تقدر ترجع لنفسك. خامس حاجة، راجع عاداتك اليومية، العادات الصغيرة اللي بتصنع شكل حياتك. اسأل نفسك ايه اللي بيقويني وايه اللي بيضعفني. ابدأ غير عادة واحدة بس كل أسبوع، مع الوقت هتشوف الفرق. شوف ايه الحاجات اللي انت متعود تعملها كل يوم وبتضيع لك وقتك. ايه الحاجات اللي بتعملها كل يوم وبتلاقي مفيش منها أي استفادة. وايه الحاجات البسيطة اللي ممكن تعملها تقلب يومك، تغيره للأحسن، أو تضيف لك حاجة، أو تخليك تنجز حاجات كتير موجودة في دماغك. قرب من الحاجات المفيدة دي، وابعد عن أي حاجة بتضيع لك وقتك. سادس حاجة، سامح نفسك. سامحها على كل مرة تعبت وما قلتش، على كل قرار غلط أخدته وكل وقت ضيعته. انسى فكرة إنك تبقى كامل. ابدأ من النقطة اللي انت فيها دلوقتي، علشان ترتيب الحسابات الحقيقي بيبدأ من القلب، مش من الكشكول. وأهم حاجة إنك تقرب من ربنا بهدوء، مش بخوف. ما تروحش لربنا عشان انت خايف، روح لربنا علشان انت عارف ان هو اللي هيهون عليك، ان هو اكتر حد هيسمعك، واكتر حد هيحس باللي جواك، واكتر حد هيقدر انه يطلعك من اي ضلمة انت موجود فيها. احكي له عن تعبك، عن خوفك، عن كل حاجة نفسك تتغير. قول له يا رب رتب لي اللي انا مش عارف ارتبه، عشان اوقات كتير اللي بنحتاجه مش مجرد ترتيبه بس، لكن احنا بنحتاج سكون، اطمئنان، ثقة ان ربنا ماسك زمام كل حاجة، وهو اللي هيقدر يغير الحال لأحسن حال. آخر حاجة عايزة أقولها لكم، اعملوا ريسيت لحياتكم، بس بالراحة، ما تضغطوش على نفسكم. اختاروا نفسكم، رتبوا الفوضى اللي جواكم، واضحكوا. كل مرة بتعيدوا فيها ترتيب حساباتكم بتقربوا أكتر من النسخة الحقيقية منكم. واعرف وتأكد إنك طول ما بترضي ربنا، ربنا عمره ما هيسيب. أشوفكم الحلقة الجاية.